كده يالا يا كبساوي وغني معايا الاغنيه دي. 1 2 الكبسه راحت فين؟ قولها تاني كده. 1 2 الكبسه راحت فين؟ شفت يالا الطعميه عملت فيك يالا؟ شغال تريقه وتحفيل من قبل ما المباراه تبدا، ومن ساعه ما كسبت اوكلاند سيتي واعلامك شغال، واصل هي مباراه في المتناول، واصل احنا عندنا بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينهو وجوتا وحجازي وحمد الله ومش عارف مين، واحنا الدوري الاقوى عن الدوري المصري اللي مالوش لازمه، وانها مباراه هتكون في المتناول جدا وفوز الاتحاد بسهوله، وده التوقع الاكبر. طب ايه رايك بقى فعلا ان انت عندك حق يا سيدي، وانها مباراه فعلا في المتناول، ولكن في المتناول بالنسبه لافضل فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط كله، النادي الاهلي. لما تيجي تحترم فريق في كرة القدم ده طبيعي، ولكن لما تيجي تلاعب الاهلي لازم تحترمه احترام كبير، او اي فريق مصري لازم تحترمه احترام كبير، لان التاريخ بيننا وبينكم كبير والفرق كبير. ولكن الاهلي اللي بينافس ريال مدريد عن مين الاكثر حصولا في البطولات القارية، لازم تعرف انت بتواجه مين. الموضوع مش موضوع اي زيطة وخلاص، ولكن هو ده وضعكم مهما تجيبوا ومهما تعملوا ومهما شوال الرز يصرف عليكم. في النهاية النادي الاهلي اللي انتوا كنتوا عاملينه كده بالنسبة لكم من وجهة نظركم واللي عايزين تصدروه للعالم، ولكن وضعه الحقيقي كده، لكن انتوا فعلا اللي وضعكم كده. كفاية عظمة لحد كده. مليون مبروك للاهلي والجمهور. سلام.